من شويه خرج علينا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميد، واتهم الطيران المصري انه قصف قواته في جبال المويه. الجبل ده بيقع في ولايه سنار جنوب شرق السودان. ده غير انه وصف الطيران المصري بمصطلح الغادر. بعدها بشويه نشوف وزاره الخارجيه المصريه بترد على الاتهامات دي ببيان فيما معناه لو عندك دليل اتكلم، لكن لو ما عندكش ما تدعيش على الجيش المصري بالباطل. طب ايه اللي حصل وايه التفاصيل؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده. يوم الاربعاء اللي فات شفنا محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي قائد قوات الدعم السريع وهو خارج علينا في لقاء مذاع مدته 40 دقيقه بيشن هجوم حاد على الجيش المصري وبالتحديد سلاح الطيران. والتحيه خاصه لابطال معركه جبل مويه الاوفياء الاسود اللي استشهدوا غدرا وضربوا قدرا من دوله مصر بالطيران المصري الغادر، ودي تشبه معركة كرري الأولى. وفي الخطاب ده وعد جنوده انهم هيكملوا القتال، وده برغم الخسائر الكتير اللي تعرضوا ليها الفترة اللي فاتت. واتهم مصر بشكل صريح انها هي اللي ضربت قواته وتسببت في تغيير مجريات الحرب في السودان بتراجع لورا يفرحوا. طب ايه اللي خلى ضربة الطيران المصري تبقى هي سبب التحول في الحرب واللي مستمرة بقالها اكتر من سنة في السودان؟ بص يا سيدي، خليني اقول لك ان معركة جبل المويه دي اتسببت في خسائر كتير للمعدات والارواح لميليشيات الدعم السريع. ده غير ان منطقة جبل المويه بتمثل نقطة التجمع لكل خطوط الامدادات اللي بتسيطر عليها الميليشيات دي، ومنطقه جبال المويه تبقى استراتيجيه جدا في الحرب. ده غير ان قوات حميدتي كانت لسه مسيطره عليها من 3 شهور، وكانوا حاطين في بطنهم بطيخه صيفي ان محدش هيقدر يطلعهم منها، وده بسبب صعوبه التضاريس الطبيعيه في المكان، وما كانش يخطر على بالهم نهائي ان في طيران ممكن يخش المنطقه دي. عشان كده حميدتي كان حاطط في بطنه بطيخه صيفي، وده لان المنطقه عباره عن سلسله من الجبال وبتتحكم في الطريق الوحيد الممهد والصالح لحركه العربيات والمجنزرات، والطريق ده بيربط بين ولايه النيل الابيض وولايه سنار، واللي يقدر يسيطر على الطريق ده يبقى كده في ايده مفتاح اكتر من ولايه في السودان. وبالفعل كان سيطر عليهم حميدتي وقواته من فتره، وده اللي خلاه متوتر جدا وباير عليه بوادر الهزيمه في التصوير اللي سجله، واللي اتهم فيه مصر وسلاح الطيران ان هم السبب في الخساره، وان مصر منحازه للجيش الوطني السوداني. لكن ما يعديش اكتر من 7 ساعات على الخطاب بتاعه وتطلع لنا وزاره الخارجيه ببيان عاجل، ودي تعتبر اول مره من وزاره الخارجيه المصريه انها تتكلم عن حميدتي بشكل مباشر. كل مره كانت بتحصل حاجه كان بيطلع لنا مصدر رفيع المستوى هو اللي يرد عليه، والموضوع عمره ما تطور ان وزاره الخارجيه بنفسها هي اللي ترد. البيان نفى ان مصر ملهاش اي علاقه خالص بالمعارك العسكريه في السودان، وانها بتدعم الحل الدبلوماسي في فض النزاع، ولحد دلوقتي محدش قدر يحدد هوية الطيران المجهول اللي دخل وضرب في السودان. لكن في ناس في محافظة أسوان شافوا طيارات حربية بتعدي من فوقيهم في يوم القصف الساعة 6 الصبح. بس سيبك انت، الطيران المجهول عامل عظمة كبيرة في المنطقة اليومين دول، مش بس في السودان، لا وكمان قبلها من سنة في ليبيا. طبعا كلنا عارفين العداء الشديد اللي نشأ بين الجيش المصري وقوات الدعم السريع في بداية الحرب. ده بسبب ان وقت الهجوم على السودان كان في قوات من الجيش المصري في قاعدة عسكرية سودانية كانوا بينفذوا تدريب مشترك مع الجيش الوطني السوداني. وقتها الميليشيات المسلحة أسرت بعض الجنود المصريين لكن سلمتهم لمصر بعد كام يوم، ومن وقتها وفي توجه من القيادات في مصر بدعم الجيش السوداني في ردع الميليشيات دي. المهم ان الموضوع ده ضايق حميدتي ورجالته وعصبهم على الاخر، وهددوا انهم يقدروا يردوا على اللي حصل ده بضرب السد العالي نفسه. بس السؤال هنا هو ايه اللي خلى قوات الدعم السريع تخسر ارض كبيره وولايات كتير من اللي قدروا يحتلوها الفتره اللي فاتت، واشمعنى دلوقتي بنشوف تقدم كبير من الجيش السوداني على الارض؟ ده غير تدخل الطيران المجهول وحسم المعركه في جبال المويه. وهل كل ده ليه علاقه بزياره الشيخ محمد لمصر واجتماعه بالرئيس السيسي والتشاور حوالين القضيه المهمه في المنطقه، وبعدها بيومين تحصل ضربه جويه في السودان؟ تفتكروا دي صدفه ولا في ترتيبات بتحصل بين قاده الامارات وقاده مصر في مصير الحرب في السودان؟ اكتب لنا رايك في الكومنتات.